اكتشف السومريون كواكب المجموعة الشمسية بأكملها قبل 6000 سنة، بينما لم يكتشف العلم الحديث آخر الكواكب مثل نبتون وبلوتو إلا في العقد الثالث من القرن العشرين. لقد حل السومريون ألغازا فلكية حيرت علماء الفلك المعاصرين، وقد أكدت وكالة الفضاء ناسا الآن صحة كل ما قاله وكل ما اكتشفه السومريون قبل 6000 عام. تم اكتشاف بلوتو حديثا من قبل عالم الفلك كلايد تامبو في ثلاثينيات القرن العشرين. كان بلوتو معروفا لدى السومريين، وقد نقشوا صورته على إحدى المنحوتات السومرية الخالدة. لقد عرفوا شكله وأطلقوا عليه اسما مناسبا لشكله. كما رسم السومريون تمثالا مجسما، الكوكب العاشر لنظامنا الشمسي، والذي لم يكتشفه العلماء حتى اليوم، وهذا الكوكب الأكثر بعدا وغير معروف حتى الآن، ويسمونه الكوكب العاشر أي المجهول. قبل اختراع التلسكوب عام 1600 لم تكن البشرية تستطيع أن ترى أبعد من كوكب المشتري بسبب صعوبة رؤيته بالعين المجردة. ومنذ زمن غاليليو تمكن علماء الفلك من رؤية العديد من الكواكب الخارجية، ولم ينكر هذه المعلومة الجديدة أحد حتى نهاية القرن العشرين. وبفضل تقنية تلسكوب هابل والأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء، ظهرت نظريات علم الفلك السابقة.